قالت ليا بس أنا بقالي فترة ضهري بيوجعني، وكنت بدهن مرهم ومفيش حد كان بيدهن لي غير خالك، علشان في أماكن ما بوصلهاش بإيدي. أهلا بيكم. النهاردة هحكي لكم حكايتي. خالي مراته توفت من فترة، وبعدها اتجوز واحدة أصغر منه ب30 سنة. مش عارفة بقى اتجوزها علشان ظروفها صعبة والعيلة فقيرة، ولا علشان هو كان معاه فلوس. بس هو كمان كان محروم من زمان، لأن مراته كانت تعبانة ونايمة في السرير أغلب الوقت. وأول ما ماتت خالي اتجوز، بس اتجوز إيه؟ صاروخ. واحدة جامدة بمعنى الكلمة، أي حد يشوفها ما يقدرش يقاومها. أنا واحد من الناس أول ما شفتها قلت ده خالي هيتجوز الصاروخ دي. كل حاجة فيها حلوة، كل التفاصيل ملفتة. وقعدت أقول لخالي يا بختك يا خالي، هتقدر على الجمال ده؟ دي هتجيب أجلك على الهادي. خالي كان لما أقابله ألاقيه هبطان ومش قادر يمشي، وأنا كنت فاهم وفاهم من إيه. وكنت بهزر معاه وأقول له مالك يا خالي، اجمد، ده أنت لسه عريس. فبيضحك ويقول اختش يا ولد، ده السن اللي حكم. وأنا بقول له طب بتحاول معاها إزاي، ولا عايزني أساعدك؟ فيزعق عيب الكلام ده يا ولد. أنا كان عندي 28 سنة، شاب وجامد ومحتاج الكلام ده. فقلت له انصحني بقى لما اتجوز أعمل إيه؟ قال لما تتجوز ساعتها أفهمك. خلصت الجامعة وبقيت أشتغل في شركة، وبصراحة كنت برجع من الشغل همدان. اللبس اللي بشوفه طول النهار، البنات اللي في الشارع، كله كان بيخليني مش قادر. وفوق ده كله، من يوم ما خالي اتجوز مراته الجديدة، صورتها ما بقتش تفارق دماغي. كانت عجباني قوي. كنت بشوفها لابسة عباية محزقة، ماشية مع خالي وأنا أتخيل والجسم يسخن وأفضل أمسك نفسي بالعافية. لحد ما في يوم خالي جه وقال لي إنه مسافر، بيسافر كل فترة يجيب بضاعة للمحل ويغيب شهر أو أكتر. وقال لي خد بالك من مرات خالك، اسأل عليها، هي منهاش حد، ولو احتاجت حاجة هاتها. أنا قلت له ماشي، بس جوايا كنت فرحان، فرصة إني أشوفها وأتكلم معاها. عدت كام يوم من غير ما تتصل، فأنا اتصلت ورحت أخبط على الشقة. فتحت لي صاروخ واقف قدامي، لابسة عباية حمرا محزقة مفسرة كل حاجة. رحبت بيا وقالت أهلا اتفضل، انت ليه مش بتسأل عليا من يوم ما خالك سافر؟ قلت لها معلش كنت محرج. قالت لي محرج من ايه، احنا في سن بعض تقريبا. ودخلتني وقعدت تعمل لي حاجة أشربها، وقلت لها لو عايزة أي حاجة من بره أجيبها لك. قالت لا مش عايزة حاجة إلا إنك تكلم خالك، قول له إنه وحشني. اتصلت بخالي وقالت لي اديني التليفون، ودخلت أوضتها وقعدت تتكلم معاه نص ساعة، وأنا قاعد بره سامع كلام يخلي الدم يغلي. كانت بتتكلم معاه باعتباره جوزها ولسه عروسة، وبتقول كلام يخلي الواحد مش قادر يقعد مكانه. بعد المكالمة قالت لي شكراً، وقلت لها لو محتاجة أي حاجة قبل ما امشي قولي. قالت كل فترة تعالى كلمني خالك واسأل عليه، وأنا طبعا كنت مستني أروح تاني. بعد يومين رحت لها، خليتها تكلم خالي تاني، وبرضه سمعت الكلام اللي يخلي الواحد يولع. وبعد المكالمة قلت لها عايزة أي حاجة قبل ما امشي. قالت لي مش هتجيب لي حاجة من بره، بس عايزاكي تعمل لي حاجة هنا، أنا جسمي سخن. وقلت لها أعمل إيه؟ قالت خالك كان بيريحني لما ظهري يوجعني، وكان بيدهن لي مرهم. أنا اتوترت وقلت لها لو هو ده أعملهولك. قالت اخبشي يا ولد، بس كانت مبتسمة ودخلت أوضتها وقالت لي اطلع بره 5 دقايق وهندي عليك. نابت عليا، دخلت كنت هتجنن، أول مرة أشوف حد قدامي بالشكل ده. إيدي بترتعش وأنا بدهن لها ظهرها، وهي تقول لي عيد تقول كلام، أنا مرت خالك، أنا مش قادر أقاوم. وهي كمان كانت تعبانة ومحرومة، وما بيننا حصل اللي بيحصل بين المتجوزين من غير ما أدخل في تفاصيل. وقالت إنها ما كانتش عايشة مع خالي أصلاً، وإنه كان بس بيقضي واجب. وقالت لي أنت طلعت جامد أكتر من خالك. وقلت لها أنا شاب وعندي 27 سنة. ومن يومها هي معششة في دماغي، يلا قادر أنساها ولا أبعد. وجيت أحكي لكم مشكلتي معاها.